حجمك عند الله فقط بحجم عملك الصالح، لا بمساحة بيتك ولا بنوع سيارتك ولا بالحي الراقي ساكن فيه. في 100 ميزة للأغنياء، بس هو التفوق بالعمل الصالح. العمل الصالح يرفعه، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. هذا كلام دقيق جدا. لذلك ماذا يقول الذي شارف على الموت؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما في إنسان على مشارف الموت يقول يا ربي بدي أكمل الطابق الخامس ما كملته، أنا أخذت ماجستير بدي أكمل دكتوراه. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. بس تفهم الحقيقة، لا يمكن أن تسمح ليوم أن يمضي بلا عمل صالح ترقى به إلى الله.